السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم فيديو جديد. حبيت أنزل اليوم على وسط البلد وأبلش هون بمحل العطارة اللي فتت شريت منه بابونج، وشريت منه فازلين حلل لأخوي عشان بيستخدموه في الشغل. كيفكم؟ شو أخباركم؟ طمنونا عنكم. الله يسعدكم ويبارك فيكم. لا تنسوا الشير والاشتراك في القناة، وأهلا وسهلا فيكم جميعا من وين ما بتتابعوني. وهون هذا المحل فتت أشتري منه الجرات الصغيرة للغاز الصغير اللي عندي، وحبيت أفرجيكم السبرتايات القهوة، السبرتاية المصرية اللي أنا تفاجأت بسعرها. الصغيرة حقها 12 دينار والكبيرة 18 دينار. وهون حبيت أفرجيكم كمان طناجر الألمنيوم، وهاي بالحسبة حبيت أفرجيكم هذا الأكل للآسيويين. عنا إحنا بجيبولهم حتى إنهم يشتروه، هذا قسم خاص لإلهم. بعدين رحت على سوق الندى، قلت خليني أشوف شو منزلين زينة لرمضان، وتفاجأت إنه في أشياء كتيرة بسوق الندى أو سوق الحلواني كتير حلوة وجميلة وغريبة صراحة. كتير عجبتني الزينة، فحبيت أصوركم. هذا أول محل فته. كتير عنده شغلات، فناجين، شراشف، تعليقات، حبال، وفي كمان عنده الستاندات اللي بتنحط جنب الباب أو في البرندة. طبعا مثل هم ما شايفين. بعدين جيت أتفرج هدول آه، للبيبي حتى نقدمهم لما بولد. إن شاء الله قريبا جايينا حفيد. أختي إن شاء الله جايها حفيدة قريبا، فحابة إني أهدي بنت أختي شي. إن شاء الله، الله يا ربي يقومها بالسلامة ويحفظها. فنزلت أخد فكرة إن شاء الله. حتى أنا بحب أشتغل طبعا. إن شاء الله إذا جبت وعملت رح أفرجيكم. بحب أشتغلهم في البيت، ما بحب أشتريهم جاهز، بجمعهم من الصفر، بختار اللي بدي إياه. هدول الصواني عجبوني، هدول صواني حفلات الحنة عجبوني، وحبيت أصور لكم إياهم. جد إنه سوق الحلواني أو بما يعرف بسوق الندى كتير كتير في شغلات حلوة وجميلة. برضو هون المحل جايب لزينة رمضان. كمان حبيت اني افرجيكم هدول اللي بحكي لكم عنهم، المناظر لرمضان اللي بنحطوا بالمدخل او بنحطوا قدام الباب، كمان حلوين جميلين. برضو هذا المحل لقيت عنده كمان هدول جايبهم لرمضان الزينة. برضو عنده أشياء جميلة كتير، وأشياء حلوة وجديدة صراحة، جديدة يعني. وحبيت اني كمان اصور لكم، وبحب اشارككم كل شيء انا بشوفه، حتى اذا استحليت شوي او انه في افكار اجت بالكم، حتى انكم او شفتوا اشي استحليتوه، خصوصا اللي بالاردن انكم تشتروه. هون هذا المحل ببيع مشروبات، عدس جميد، سحلب، قرفة، ينسون. أخذت كاسة قرفة، طبعا قلت أشربها في الأجواء الباردة، كركديه، أشياء زاكية. هون هذا المحل بسوق البخارية. رحت كمان أشوف شو في عنده للبيبي، ولقيت هدول. اتفرجت حتى أشوف وأعتمد إيش بدي أخذ، وطلبت كمان إنه يفصلوا لي بفصلوا أسماء إذا بدنا أسماء المولود. وهون كمان جايب هدول لرمضان برضو حلوين جميلين. أنا عجبني الفيمتو الصراحة، كتير حلو وغريب. كمان حبيت اني هدول اللي بنحط فيهم التمر، بنحط فيهم المكسرات، بنحط فيهم فواكه مجففة. كمان حبيت أصور لكم إياهم. بعدين مرقت سريعا سريعا على أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عاملين عروض لواحد 30 الشهر. قلت أجيب اللي ناقصنا. والله إنه أسعارهم حلوة وجميلة. المؤسسة العسكرية تحية لإلهم. طبعا حبيت أفرجيكم. شريت بيض، وأخذت هذا الزيت أخذته بليرة و30 قرش، واخدت عدس حب. هدول الجار اللي حكيت لكم عنهم شريتهم. واكيد شريت رز خليفة
ال4 كيلو، وأخدت فاين تواليت، شريت شاي، وشريت هذا جميد زلوم عاملين عليه عرض، قلت خليني أجربه. وشفتوا إني شريت سمنة البلقاء، في أخت نصحتني فيها قالت لي إنها أذكى من الأصيل، فقلت خليني أجرب. وقلت سريعا سريعا خليني أقلي بطاطا، وجبت نجت حتى إنه نتغدى، وقليت كمان جنبهم خبز محمص. إن شاء الله اليوم يا رب يكون الفيديو عجبكم، وإن شاء الله أضلني أطل عليكم فيديو جديد إن شاء الله. استنونا في الأيام القادمة حتى نبلش كمان الاستعدادات لشهر رمضان. بشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.